اما قلعها البنطلون، وسوري في اللفظ انا اسفه للكلمه اللي انا هقولها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيب لي حق بنتي اللي هي بنته برضه. انا بنتي 6 سنين كانت بتلعب في الشارع مع بنت عمها، في الشارع اللي ورايا على طول، يعني بعديها ببيت تقريبا. طبعا هي من حق بنتي ان هي تلعب، احنا في قريه ارياف تبع مركز قليل محافظه كفر الشيخ. من حق بنتي ان هي تلعب زي اي طفله خلقها ربنا. بنتي اليوم دوت اتحايلت عليا ان هي تنزل تلعب نص ساعه لاني انا ما بخرجهاش اصلا، وخدت بعضها فعلا بالفعل ونزلت تلعب مع بنت عمها اللي هي اصلا بنت عمها بتيجي تلعب عندها هنا على طول. يعني انا بنتي اصلا ما بتخرجش كتير. خدت بعضها ونزلت تلعب، فبنت عمها تقريبا راحت تجيب حاجه او قالت لها استنيني هجيب حاجه، او هنادي مثلا مريم ان يلعبوا معاها، ايا كان. بنتي استنتها على اول الشارع. اول الشارع ده اللي هو انا بيني وبينها الفاصل البيت اللي ورايا على طول. فبنتي استنتها على اول الشارع اللي هو اصلا في وشه السور على طول، السور اللي هو يعني احنا اصلا بيتنا في اراضي زراعيه، وكل البيوت اللي مبنيه حوالينا مش مسكونه، ما فيهاش حد ساكن. فبنتي الولد قال لها تعالي، ما رضتش تروح له ودايرت وشها، ما ادتش اي خيانه ولا اي غدر. قام شايلها من وسطها وحط ايده على بقها كتم نفس عشان ما تصوتش ودخل بيها. انا مستعده اصور السور دلوقتي. السور يعني في حته في مساحه حوالي يعني 500 متر او اكتر، انا اكيد ما دخلتوش من جوه ولكن انا بقول كده. يعني السور متصور داير ما يدور وعليه بوابه حديد. السور دوت يعني زي للمواشي، بيتحط فيه المواشي اللي هم الحيوانات البهايم يعني، وفي اوضه من جوه لاكل المواشي. انا برضو ما دخلتوش ولكن هو باين من على السطوح من عندنا. اخد البنت وبدا يتحرش بيها، مسك ايديها الاتنين في بعض كده بنفس الطريقه كده، كتفهم في بعض كده، وبدأ ان هو يعني يتحرش بيها، ان هو بقى ايا كان انا اسفه يبوس فيها، والبنت تعيط، وضرب البنت وبهدلها عشان هي بتصوت، وقال لها لو صوتي انا هموتك، وخنقها. وضفره يعني هو ضفره معلم هنا كده في رقبه البنت، هنا كده وهنا كده، مكان ما عمل كده، مكان ماسكها كده. ضفره ده وضفره ده معلمين كده، والضفر ده بالاخص لانه يعني علامه كبيره. وبنت متخربشه بتقول لي يا ماما كان بيمسكني كده، كان بيمسكني كده يا ماما. يعني ضوافره دي معلمه اصلا في وش البنت من هنا، معلمه جامد، وفي خربوش مكان ايد ضفر هنا معلم برضو هنا كده. حاجه تانية، ايه ذنب بنتي ان انت تجيب عيل وما تعرفش تربيه؟ ده ذنب بنتي ايه؟ وذنب بنت غيري ايه؟ وذنب اي بنت ايه اصلا؟ بغض النظر ان هي تكون بنتي انا، ذنبها ايه الطفله؟ الولد بدأ يتحرش ببنت، ما اكتفاش ان هو يبصها ويعمل ده كله، شايل البنت طبعا ايديها الاتنين متكتفين في بعض، مش عارفه بتقاوح معاه، فبتعمل كده بدماغها وتهز بدماغها. اتخبطت في الحيطه من ورا، فداخت. اما قلعها البنطلون وعضها من مكان حساس، من مكان عيب، ومس بايديه يعني اماكن العفه بتاعت البنت. يعني انا مش عايزه اقول بلفظ وحش، يعني حسس على اماكن العفه عند البنت. وسوري في اللفظ انا اسفه للكلمه اللي انا هقولها، نام فوق البنت. ايه ذنب بنتي طفله 6 سنين ان بغلى عنده 17 سنه ينام فوقيها؟ ايه فهم بنتي الكلام ده؟ بنتي تستحمل ايه حاجه زي كده؟ اي عيله مش بنتي بس تستحمل ايه؟ ايه اللي تستحمله ده؟ بتقول لك يا ماما بقيت اصوت لانه تقيل على نفسي ومش قادره اتنفس. تقيل ومش قادره اتنفس. بتقول لي بقيت اصوت وهو يخمن يقول لي لو صوتت انا هموتك، لو قلتي لحد انا هموتك. امتى سيبك يا قلب امك؟ تقول لي لما في عيال كانوا تقريبا رايحين الدرس او ناس معديه فسابني. يعني تعالوا نحط في خيالكم، بص بقى من الجانب التاني، لو ما كانش في حد عدى والولد ما كانش خاف وطلع يجري، كان حاجه من الاتنين، يا هيكمل في بنتي وبنتي مستقبلها يبوظ، يا اما كان هيعمل كده معاها وكان هيدفنها مكان ما هو عمل كده معاها. يعني في كلتا الحالتين كانت بنتي هتموت، كانت هتدمر اسره كامله. كنت انا هموت لاني انا بنتي دي ايدي ورجلي، انا ما بعرفش اعيش من غيرها اصلا. انا مجرد بس ما هي بتزعل انا ربنا يعلم بكون عامله ازاي. انا بنتي دي كل اللي يعرفها ما بيقولش عليها غير البسكوت عشان هي مؤدبه، وحتى في ردودها مؤدبه ومطيعه وطيبه بحنيه الدنيا فيها.
ايه ذنب بنتي؟ هتقولي ذنب واحد بنتي عملته؟ لا بس عشان احنا في الفلاحين بقى لها ذنب. المهم ان هو سابها وخاف لما سمع الصوت وفتح البوابه وطلع يجري، وبنتي جت عليا، اقسم بالله اقسم بالله ويشهد ربنا، ولا ما نمتش لسه ولا عارفه انام، ويشهد ربنا، ربنا شاهد ورقيب ومطلع على كل كلمه بقولها، ان انا بنتي، ان انت جيتي لي يا بنتي قبل النص ساعه كمان. جسم بنتي لا بيعمل كده، ووشها اصفر اصفر قدام، شاح شاح خالص. انا اول ما شفت بنتي لا بصت بقى الخرابيش ولا غير خرابيش، انا لقيت وش بنتي اصفر. مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ مين ضربك؟ مين ضربك؟ مين عمل؟ انا بصيت في وشها، مين عمل في رقبتك كده؟ مين خربشك؟ مين ضربك؟ يعني مش في دماغي غدر ومش في دماغي اي حاجه. قالت لي فلان الفلاني يا ماما ادهم عمل كذا كذا. ادهم مين؟ ادهم يا ماما اللي بيعدي بالبهايم من هنا. الراجل ده اصلا الناس دي بيننا وبينهم حوالي 5 6 بيوت في الجهه ديت، وهو عمل الواقعه دي هنا. هم يعني بياخدوا البهايم من بيتهم، يا اما بيسرحوا بيها الارض يا اما بيحطوها في الحوش بتاعهم. الحوش بتاعهم اللي هي زي زريبه كده لا مؤاخذه، يعني حوش كبير عاملينه كده. طيب يعني انا هكلمكم في حاجه. بنتي طالما هم بيقولوا ان احنا بنفتري عليهم، بنتي هتسيب كل البلد دي وهتفتري على ادهم بس ليه؟ بيني وبينهم ايه؟ اولا حد فيهم يطلع يقول ان احنا بينا وبينهم مشاكل؟ يعني الدنيا بحالها هنا عارفه ان انا جوزي راجل دكتور محترم، لا بتاع مشاكل مع حد ولا بتاع كلام مع حد، والدنيا كلها تشهد لي ان انا بتاعت مشاكل مع حد ولا بقف مع حد ولا بجيب سيره حد ولا ليا كلام مع حد، لا من قريب ولا من بعيد، ولا بخرج. انا ممكن اخرج بس قليل قليل قوي، وحتى خروجاتي يعني معروفه، دايرتي معروفه زي ما بيقولوا. بس انا ماليش كلام مع حد، الناس دي ماليش كلام سابق قبل كده معاهم. والله العظيم واقسم بالله انا بقالي كام سنه متجوزه هنا، انا بتهيألي ما كلمتش الست دي غير مرتين. مره كان وقع حاجه عندي من بلكونه جابتها لي مشكوره بغض النظر عن كل الاهانه وكل الشتيمه والالفاظ اللي قالتها، ومره تانية السلام عليكم وعليكم السلام، لا ازيد ولا اقل. والله العظيم حتى بعد كده ما بشوفهاش ولا هي بتشوفني ولا ليا كلام مع حد. اللي بعد كده انا بنتي لما جت حكت لي بالتفصيل اللي حصل، انا بنتي اصلا اول ما جت كانت قعدت ما قدرتش تتكلم، قعدت شويه على ما اتكلمت. انا مش عايزه اعرف، مش عايزه اقول مثلا صدر ايه عشان ما حدش هيصدقني ان بنتي اقسم بالله ما كانت قادره تتكلم. انا خدت الشبشب في ايدي، ده حصل وانا قلته في النيابه وقلت لرئيس المباحث وبقوله في الاعلاني ان انا ام انتوا بتكلموني انا ام. خدت الشبشب في ايدي ونزلت وراه ونزلت في الشارع. اول ما شافني، هو الابن اصلا من ملجأ وهم متبنيينه من هو عنده 4 سنين تقريبا، والله اعلم اعلم برضه، لحد ما بقى عنده 17 سنه في الثانويه. يعني الولد في الثانويه، يعني حتى اللي بيقول ده 5% هتقول عيل في الثانويه العامه 5%، اللي هو عنده نسبه اعاقه 5% في مخه، اللي هو ازاي انا مش عارفه. بغض النظر، نزلت لقيته شافني لمحني، نزل ورا المكتب اللي في المحل اللي هو بتاع عمه او اللي هو عم بيت تبني، قدام بنت عمه وقدام مرات عمه، وقدام مرات عمه طلعت وانا بضربه قدام بنت عمه وقدام الشارع. انا مسكت الولد بالشبشب بقيت اصوت واعيط على اخري، وبنتي بقت جنبي بتتنفض وبتعيط، وموتته من الضرب. في شهود الشارع كله شاهد على كده. كان بعد الواقع بدقيقه ولا اللي هم دقيقتين 3 اللي بنتي جت حكت فيهم، ما اصلا ما لحقتش تحكي. والله بنتي ما لحقت تحكي. يعني حته ان هو عضها من مكان الحساس والعيب ده، دي ما قالتهاش ليا غير لما انا رجعت او قبل ما اروح. قالت لي عمل كده وكده يا ماما بس انتي ما لحقتيش تسمعيني. يعني متخيلين انا ما لحقتش اسمع لبنتي اصلا، بس انا دم فقار، واي حد عنده دم واي حد بيخاف على عيبه هيعمل كده. نزلت بالتالي اللي حصل كالاتي، رحت لجأت بعد ما انا ضربت الولد. والله العظيم لو ارجعك الاحداث، والله لو اديك الاحداث، والله لو اديك السجن، هجيب حق بنتي اللي هو في حاله انهيار تام. وصويت ومش قادره، ما كنتش قادره امشي، ما كنتش عارفه اصلا رجلي بتمشي ازاي. خدت بعضي ورحت لبيت واحده في وش منهم، اللي هو اصلا في وش منهم، هم مش في وش انا. الجا ليها ان انا اخد دقيقه من الموبايل، لان انا جوزي كان في حاله وفاه، عشان اقول له تعالى. وفعلا بالتالي انا رنيت، بعت له رساله، كذا رساله من عندي ما كانوش وصلوا. مجرد ما طلعت لقيتني بعيط من ورا في ايه، في حكيت لها الموقف على جيد جوزي، حكيت له كل اللي حصل. يلا بينا نروح على الاسم دلوقتي. اهو الولد نزل. يا دكتور بالله عليك يا دكتور اسمعني، طب اسمعني يا دكتور، انا احكي لك كل حاجه، انا احكي لك الحقيقه. قمت انا ماسكاه من هنا
مسكته من تيشيرته، كان لابس تيشيرت بزونته كده، مسكته بالزونت ومن رقبته كده، قلت له انا مش همشي من هنا غير لما اخدك معايا الاسم. وبقيت اصوت على الاخر. وفي حاله بقى كان الناس طالعه من صلاه الظهر، كل ده كان الناس طالعه من صلاه الظهر بشهاده الناس اللي كانوا موجودين كلهم، تمام. ومعايا اللي يثبت بكل الشهاده ديت. خدت بعضي وقلت له لا انا مش هسيبك. على طلعت الام من البلكونه، سيبي ابني، انت ماسكاه ليه؟ سيبي الولا، سيبي الولا. قلت لها انا مش سايباه، انزلي لي. انا قلت لها انزلي لي، نزلت لي. قلت لها انت مش انت بتضربي الولا، انا هعمل فيك واسوي، انا اشتكي. قلت لها لما انت مش هتعرفي تربي عيل وجايباه من ملجأ تبتلينا احنا بيه ليه؟ الناس ذنبها ايه؟ وبنات الناس، الطفل الصغيره 6 سنين ذنبها حد يقول لي انا بنتي ذنبها ايه في عدم التربيه؟ انت ما عرفتوش تربي ابني. انا يا بنتي ذنبها ايه؟ ان يجي لها حاله نفسيه. بنتي ذنبها ايه؟ اللي يجي لها صدمه عصبيه بالطريقه ديت. بنتي ذنبها ايه؟ ان تقعد 20 يوم متواصل عياط. بنتي ذنبها ايه؟ ان هي تنام حاضنه ايدي، انك تصحى في نص النوم تعمل وتصحى ومفجوعه. بنتي ذنبها ايه؟ بنتي ذنبها ايه اللي انت بتحكيه؟ بنتي ذنبها ايه ان هي تشوف الناس في الشارع اللي كانت بتحبهم، الست اللي كانت بتحبها متعلقه بيها، تخاف وتعمل منها كده وتاخد منها جنب. الست تيجي تبوسها ما ترضاش تبوسها وتخاف منها. الست بتسمع بالفيديو ده وتشهد على الكلام دوت، يعني تشهد ان بنتي فعلا عملت كده وقدام ناس، يعني جت تسلم عليها قدام الناس في الشارع ما رضتش. بنتي ذنبها ايه ان تمشي خايفه؟ بنتي ذنبها ايه ان تروح لمدرسه خايفه؟ بنتي ذنبها ايه ده كله؟ ذنب بنتي ايه؟ هنفتري عليكم ليه؟ بعد كده الست قعدت تتكلم. قلت لها لا، قالت لي انا ابني بيحفظ. قلت لها القران بريء منكم، انا ابني قلت لها ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر. فين الصلاه اللي انت ابنك بيجي يصلي؟ قعدت تشتم الفاظ قدام الناس وحشه. انا جوزي خد بعضه وانا خدت بعضي. انا كنت في حاله بقى مثيره، اخدت بنتي في حضني، فضلت اصوت لحد ان هو خلاص جبت اخري في الشارع. وده انا عمري في حياتي ما صوتت في الشارع اصلا، وهم اللي اضطروني لحاجات كتير. خدت بنتي وطلعت على الاسم، قدمت بلاغ، عملت بلاغ مشكورا. بعتوا يجيبوا الولد، لقوه هربوه، جابوا الام والاب. والدكتور فلان ضربني. ضربك فين يا فندم؟ ضربك فين؟ ضربك مثلا في الدره؟ طب لما انت اتضربتي ما صوتيش ليه؟ طب المهم ايه، ما خدش بالكلام. جه ناس اتدخلوا من البلد وقالوا هنروح نتصلح. انا صممت على رايي انا مش هتصلح، روحوني يمكن نتصلح. روحت وكل اللي يجي لي انا مش هتصلح. راحوا هناك الناس ومضوا شيكات وقالوا احنا هنقعد قاعده، وجولي ان هم يقعدوا قاعده وان هم يتاسفوا، وانا ما رضيتش. لما انتوا بقى عندكم ليكوا حق وان انتوا ما عملتش كده، ولما انتوا ناس بريئه تمام، بعتوا لي الناس اللي من سيدي سالم ليه؟ اللي هو مركز سيدي سالم، يعني بعيد عننا بكتير، بيننا وبينهم يجي ساعه. بعتوا لي الناس ساعه المستشار اللي من الروينه ليه؟ بعتوا لي الناس اللي من هنا ليه؟ سقطوا عليا طوب الارض من هنا ليه؟ لما انتوا ناس بريئه. رحت ليه الحريم وقلت لهم انا مستعد اروح ابوس ايديها واتاسف لها عشان خاطر تتنازل، والفلوس اللي هي عايزاها انا هديها لها. جيتي ليه لما انت ستي بريئه؟ كنت بتعملي كده ليه؟ بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ والله العظيم ربنا ما بيسيب حق حد، وانا واثقه ان ربنا مش هيسيب حقي. والله انا واثقه كل الثقه ان ربنا مش هيسيب حق بنتي. لانصرنك لو بعد حين، والله العظيم كم مره ربنا ما هيسيب حق بنتي، وانا مش هسيب حق بنتي. انت بعتي لي تهديدات، المحامي بتاعك بعت تهديدات لجوزي وهدده يا جماعه. يعني ايه مثلا انا اكون شغاله اونلاين ويقول لها ايه ده؟ يعني انا شغاله اونلاين مثلا، شغاله في الكيكرز وكده، يقول له ده مراتك شغاله من غير تصريح. تصريح ايه يا فندم؟ هو انا فاتحه محل يا فندم؟ انا بشتغل من بيتي اونلاين. عند مين؟ انت مالكش تهددني. انت مين اصلا عشان تهددني؟ انت مين عشان تهددني؟ دي حاجه. المهم انا رحت تاني يوم المستشفى العام عشان اعمل عشان صحيت الواقع بقى ان انا اعمل كشف